السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لكم تاني يا جماعة بعد غياب فترة طويلة وانتوا وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة يا جماعة هنتكلم في نقطة مهمة. 95% من اللي بيدرس لغة أو بيتعلم لغة بيغلط فيها، ألا وهي البروبوزيشنز، اللي هي حروف الجر، اللي هي عندي مين؟ إن وأون وآت. إن جوه حاجة، أون على حاجة، آت عند حاجة. تعالوا مع بعض كده نبسطها. أول حاجة عندي إن دي يا جماعة بمعنى داخل أو جوه حاجة مغلقة، يعني ده حاجة جوه حاجة مغلقة أو واسعة. لو جينا كده للإكزامبلز أو الأمثلة اللي قدامي، I am in the room، يبقى أنا جوه الغرفة أو جوه الأوضة. تمام؟ طيب بصوا للمثال التاني كده، she is in the car، هي تكون جوه أو هي بداخل السيارة. يبقى in جوه حاجة مغلقة. طبعا هي ليها استخدامات تانية بس مش عشان ما تتلخبطوش، فخلينا في الاستخدامات بتاعت النهاردة. ان دي بستخدمها لما اكون بتكلم على حاجة داخلية، داخل حجرة، داخل صندوق، داخل عربية، ايا كان الشيء. اون على الحاجة، يعني انا دلوقتي اهو البن اهو القلم، يبقى اقول the pen on the paper، او the pen on the table. يعني بصوا كده في المثال، the book on the table، يبقى الكتاب على المنضدة او بالبلدي كده اللي هي الترابيزة. the picture on the wall، يبقى الصورة على الحائط. تمام؟ مش جوه الحيطة، لا على الحائط. وهنا الكتاب على المنضدة وعلى الترابيزة، مش جوه الترابيزة، يبقى على سطح شيء. آت لها أكتر من معنى، معناها عند أو في نقطة محددة، أو لو بتتكلم عن مكان أو وقت محدد. بص الأمثلة كده، I am at the door، يبقى أنا ما أقولش أنا في الباب، أنا عند الباب، أنا عند الباب. طيب المثال التاني، he is at school، هو يكون فين؟ في المدرسة. let's meet at 5 o'clock، يلا بينا نتقابل الساعة كام؟ 5. هنا جت قدامي التايم اللي هو الوقت. وطبعا ان شاء الله في فيديو تاني هنوضح الفرق ما بين at وإن. هما الاتنين بيجوا المكان او يصل الى مكان بتيجي مع كلمة arrive at و arrive in، ودي هنتكلم عليها في حلقة ان شاء الله منفصل. لو استفدتوا بالفيديو او في اي مشكلة ابعتولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ياريت نعمل سبسكرايب ونعمل لايك ونفعل الجرس، طبعا فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.